ثم ذكر أيضا أن هنا إشكال قوي جدا، يعني كيف نقول بأن المهدي هو، يعني شوف ذكر هذا، قال فإن جملة الصفات المجعولة علامة ولادة أن يكون اسم أبي مواطئا لاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا صرح بالحديث النبوي على ما أوردتموه، وهذه الصفة لم توجد فيه، فإن اسم أبيه الحسن واسم أبي النبي عبد الله، وأين الحسن من عبد الله؟ فلم توجد هذه الصفة التي هي جزء من العلامة والدلالة، فإذا لم يثبت جزء من العلامة من العلة كان العلامة الأصل العلامة فلا يثبت حكمها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل تلك الأحكام ثابتة إلا لمن اجتمعت تلك الصفات كلها فيه، كلها له، التي جزاؤها مواطأة اسم الأبوين في حقه، وهذا لم تجتمع في الحجة الخلف. قال الصالح فلم تثبت تلك الأحكام له، وهذا إشكال قوي. يقول هذا إشكال قوي، هم اللي بيقولوا، أي هذا كتاب اللي بيقول، يقول هذا إشكال قوي، يقول هذا إشكال قوي، هم اللي بيقولوا، أي هذا كتاب اللي بيقول، يقول هذا إشكال قوي. كما يقال التدليس أخو الكذب، هذا الشخص يتعمد التدليس. شلون؟ من عند كلمة فإذا قال المعترض إلى نهاية الكلام عند وهذا إشكال قوي، هذا أوهم الناس أن هذا كلام الأربلي العالم الشيعي، لكن هذا الكلام نقله العالم الشيعي اللي هو الأربلي عن أحد علماء الشافعية اللي هو ابن طلحة. والأدهى والأمر في الصفحة اللي بعدها مباشرة الجواب عن هذا الإشكال، لكنه بتره واستغفل عقول الناس. خلونا نقرأ الجواب هذا شنو. في كشف الغمة الجزء الثالث صفحة 240 يقول: فالجواب لا بد قبل الشروع في تفصيل الجواب من بيان أمرين يبنى عليهما الغرض. فالأول أنه سائغ شائع في لسان العرب إطلاق لفظة الأب على الجد الأعلى، وقد نطق القرآن الكريم بذلك فقال الله ملة أبيكم إبراهيم، إلى أن يقول الأمر الثاني أن لفظة الاسم تطلق على الكنية وعلى الصفة، وقد استعملها الفصحاء ودارت بها ألسنتهم، ووردت في الأحاديث حتى ذكرها الإمامان البخاري ومسلم، إلى آخر كلامه. وعلى فكرة أيضا حتى هذا الجواب مو جواب الأربلي، هذا جواب العالم الشافعي ابن طلحة. الدليل الأربلي نفسه العالم الشيعي ماذا يقول؟ بعد نهاية الجواب ماذا قال الأربلي اللي هو العالم الشيعي؟ قلت رحم الله الشيخ كمال الدين وأثابه الجنة بحثه أولا مع قوم يشاهدون الإمام عليه السلام فينكرونه ويدفعون العلائم والدلالات التي وصف بها، إلى آخر كلامه. ما هو الدليل على أن ابن طلحة هو من علماء الشافعية؟ الأربلي نفسه صاحب كتاب كشف الغمة ماذا يقول؟ في الجزء الأول صفحة 53 يقول الأربلي: الشيخ العالم كمال الدين محمد بن طلحة وكان شيخا مشهورا وفاضلا، إلى أن يقول: وكان شافعي المذهب من أعيانهم ورؤسائهم. إذن تبين أن هذا الكلام كلام ابن طلحة الشافعي وليس كلام الأربلي، وهذا أيضا تدليس يضاف على تدليساته.